سحر الفودو. وأشهر طقوس سحر الفودو هي العروسة القماش. الساحر بيجيبها ويبدأ يغرس فيها إبر ودبابيس في المكان اللي عايز الشخص التاني يتأذي فيه، وهو بينطق طلاسم معينة محدش بيفهمها غيره. وبعد ما الساحر يخلص كل الطقوس بيمسك العروسة ويحرقها، وبعدها يبدأ الشخص اللي اتعمل له السحر يظهر عليه أعراض السحر المعمول. وحتى إن السحر ده بيشتغل كتير في مسلسلات مشهورة عندنا، زي عبد الغفور البرعي في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي. من عين فتحية 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 فتحية. إن شاء الله يا بنتي يا رب يجعل لك في وشك القبول يا رب ويمشي لك موضوعك على خير. سحر الفودو من أقدم أنواع السحر وأشهرهم. بداية سحر الفودو كانت في أفريقيا من قديم الأزل، ومن كتر ما كان مشهور طلعت ديانة كاملة اسمها ديانة الفودو. أما بقى أهم اللي بيميز سحر الفودو هو إنه متخصص في أذية البشر، يعني تقدر تفرق بيه بين أي اتنين، وتجيب مرض لشخص أنت بتكرهه وتأذي بيه أي حد أنت عايزه بكل الطرق وبكل أشكال الأذى المتاح. وأشهر طقوس سحر الفودو هي العروسة القماش. الساحر بيجيبها ويبدأ يغرس فيها إبر ودبابيس في المكان اللي عايز الشخص التاني يتأذي فيه، وهو بينطق طلاسم معينة محدش بيفهمها غيره. وجدير بالذكر إن أقولك إن كلمة طلسم بتتقري من الشمال لليمين، وبيبقى معناها مسلط، يعني الروح متسلطة عشان تأذي الشخص المقصود. وبعد ما الساحر يخلص كل الطقوس بيمسك العروسة ويحرقها، وبعدها يبدأ الشخص اللي اتعمل له السحر يظهر عليه أعراض السحر المعمول، مرض بقى، طلاق، أذية معينة على حسب السحر اللي اتعمل. وبيتقال إن سحر الفودو بدأ من مصر، وبعدها بدأ ينتشر في باقي العالم. وفي أسطورة بتقول أيام حكم فرعون وبعد غرقه هو وجيشه في البحر، واحدة ست هي اللي حكمت مصر وكان اسمها دالوكا، كانت من خبراء السحر. وفي الوقت ده أمرت الحاشية بتاعتها إنها تعمل طلسم يحمي مصر من الغزاة. ومش بس كده، ده كمان في بيوتنا المصرية ومن فترة قريبة كانوا بيمارسوا سحر الفودو بطريقة مختلفة شوية. كانوا بيجيبوا عروسة ورق ويفضلوا يخرموا فيها وهم بيقولوا أسماء الأشخاص اللي شاكين إنهم بيحسدوك. وحتى إن السحر ده بيشتغل كتير في مسلسلات مشهورة عندنا، زي عبد الغفور البرعي في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي. أما بقى القبائل الإفريقية اللي عملت من سحر الفودو ديانة ليهم، فدول بيمارسوا السحر بشكل اجتماعي وبيعملوا طقوس معينة يتواصلوا بيها مع العالم السفلي. ومن ضمن الطقوس دي إنهم بيجيبوا عروسة معينة وبيرموا عليها طلاسم معينة، وبيجيبوا كوم قش كبير وبيحطوا عليه العروسة، وبتبدأ العروسة تتحرك بشكل سريع وبيبان كأنها بترقص، واللي بيحركها فعلا وبيكون جواها هو الشيطان نفسه. وده لأن كوم القش بيتقلب يمين وشمال وبيبان إنه فاضي، وبرغم كده بيبقى مستمر في الرقص بنفس الطريقة. كل الاحتفالات دي بتكون قدام جمهور كبير من مختلف دول العالم جايين عشان يتأكدوا من قوة سحر الفودو وإن الكلام ده فعلا حقيقي. وقوة سحر الفودو مش بتقف لحد هنا، ده كمان في قصص كتير وحكايات عنه. ومن أشهرها قصة الطفل روبرت في يوم مامته قررت إنها تطرد الخدامة اللي شغالة عندهم، ولأن الأم كانت بتعامل الخدامة وحش، الخدامة قبل ما تمشي قررت تنتقم، فعملت عروسة وقرت عليها طلاسم سحر الفودو وادتها للطفل روبرت. ومع مرور الوقت بدأت العروسة دي تسبب كوارث في البيت، لدرجة إن الحاجات كانت بتطير من فوق السفرة لوحدها. وفي النهاية عايز أقولك اطمن، لأن في النهاية محدش يقدر يأذيك إلا بإذن ربنا سبحانه وتعالى.